بالحلقة السابقة رفعت الإخفاء عن فيديو قديم إلي بال 2017 محصل مليون وكسور مشاهدة، وهسه رفعت الإخفاء عن فيديو همينه بال 2016 صح قليل 170 ألف وكسور مشاهدة. طبعا الروابط موجودة بالمنشور. أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج تونسوا. اليوم لازم نحكي على الترند اللي قاعد يصير بالبلد، لأن احنا عايشين في هذا البلد أكيد مو بغير كوكب، والحمد لله والشكر المستوى وصل بينا. أبارك لكم قمنا نحكي على الفاشينيستات. سلام. طلاب السادس إعدادي بالمراجعة يزين شعره صفر حتى ما يطلع يبقى بالبيت يدرس، بس من يريد يطلع يلبس كاسكيته ويخلص فترة المراجعة طلعات. شلون أو ليش ما تدري، هاي لازم تصير هيك مثل معايدتك لأهلك. أنت مخلص الليل سهران وياهم، بس تنام وتقعد تسلم عليهم كأنه أنت كنت مغترب صار لك 20 سنة بأفريقيا. أنا هسه هيك صار بيه، قلت ما أصور بعد بهذا اللوكيشن لما نرتب وضع اللوكيشن الجديد، بس ما أعرف ليش صورت شلون ما أدري. إن شاء الله راح تكون هاي آخر حلقة بهذا اللوكيشن على اللوكيشن الجديد، بس إحنا مشكلة منتظرين الموازنة، غير تنقر الموازنة حتى نحول. بالطبع الموازنة كما جاءت من الحكومة أنه معدل الإنفاق الكلي 198 تريليون، يوجد فيها عجز 64 تريليون. وتم رفع سقف الموازنة إلى 198 تريليون دينار بعجز يقدر ب 63 تريليون دينار عراقي، ولا توجد في الموازنة تعيينات جديدة بما فيها الحذف والاستثناء. مناقلات بين المحافظات والوزارات ونقاشات حول نسبة العجز تؤخر الاتفاق على تمرير أضخم موازنة في تاريخ العراق. الموازنة تهيمن على نقاشات المشرعين ولجانهم لتخفيف العجز. عمار، حدثنا عن تفصيلات التظاهرات الجارية الآن بساحة التحرير، من هي الشريحة المتظاهرة وبماذا تطالب؟ تفضل. نعم رشا، منذ الصباح الباكر تجمهر عدد من المتظاهرين في حديقة الأمة في ساحة التحرير للمطالبة بحقهم كما ادعوا. الموجودين هنا هم ما يسمون ملحق الرصافة، المحاضرين المجانيين. تظاهر المئات من الخريجين غير المحاضرين في بابل أمام مبنى الحكومة المحلية وسط مدينة الحلة احتجاجا على إهمال الحكومة الاتحادية لمطالبهم. ليوقعنا العذاب والبطش، نحن شعب عنيد، وإذا ما الفتك زاد والهتك زاد عزما نزيد، لازمنا السلمية والسلمية ليس. هاي مثل أي اثنين متزوجين وأي مشكلة تصير بينهم تقول له أنت شو مسوي لي؟ قابل أنا مثل النسوان. تحسسك انه الفترة السابقة عايشين على اليو ان، وانت سلاحك الوحيد تقعد تعدد كل اللي سويته، حتى لو جايب كيس اندوم قبل اسبوع ما يخالف ذكرى وناشد على الوضع الواقف، وانت اصلا قاعد تجمعهن حتى تبدل سيارتك اللي هي ما بيها شيء اصلا، بس هي مشكلة على مود تفيك. مثل الدولة تقول لك داقنا الداوي والخزنة هبياض ومجزرين، وبعدين انتوا شو تسوون بالتعيينات؟ يعني مثلا شو تسوون؟ يعني مثلا وين تتعينون بوزارة التربية؟ إبراهيم، ضعنا في تفاصيل ما تم عرضه قبل قليل حول تهديد معاونة مدرسة في العاصمة بغداد ل3 معلمات مع وجود دقات عشائرية طالت المعلمات الثلاث. تفضل. بهذه المنطقة يوجد أكثر من 3 معلمات أو 4 معلمات يسكنون في هذه المنطقة. هناك مديرة سابقة بحسب قولهم لربما قد تكون هي متنفذة، نفذت الدقة العشائرية بحق 4 منازل إلى غاية الآن، وهي تهدد يعني أكثر من 8 معلمات. أيضا المجموع الكلي لعدد المعلمات الذين هددوا وأيضا البعض منهم نفذت بحقهم الدقة العشائرية هو 11. مديرة مدرسة ومتنفذة وتزامط بظهرها وتدق بيوت العالم بالرصاص، هاي شنو؟ بس لا مديرة المدرسة همسة ماجد؟ يعني تردون تتعينوا بالتربية؟ انتوا تدرون المعلم اذا قدم على اللجوء ينقبل اسرع من اللاجئ السياسي. الكيس مالته قوي، بس يوصل للدول الخارج ويعرفونه معلم عراقي ينطونه الجنسية بنفس اليوم. تعرفون ليش؟ لانه هو كافئ عليه اولياء الامور اذا ما نجح طالب او انطاه درجة كاملة راح ينطلب ثار ويحللون دمه. يعني افرض مثلا عوفك من التربية، عوفك منها، حتى لو تعينت وزير الراتب ما يكفي يا عمي. دكتور، هذا ملف المدارس الأهلية في تركيا، هذا ملف جدا خطير نعرض امامك، وانا مستعد ان اقدمه في الحلقه. شوف هسه ذني صكوك ابن ستنا هالعيدان مطيه 100 دولار هديه الوزير التربيه السابق، خرط السوق 100 دولار و100 دولار و100 دولار تاخذ مال امتحانات، وعندك احد اعضاء
الاشراف. شوف هذا المسج يقول له انا كنت اليوم يم المعالي وسالني على قصه الست نهال، وهذا يقول له انا، فهذا احد لجنه الاشراف. هاك استلم، شوف وزير ياخذ هديه $100، عمي شي يلحق مولد ونت ومسواق وحفاضات وسلف و ما تقول شي يصير الراتب، هو الراتب منفوس، وهو هم صوتكم انتم ما درستوا واجتهدتوا وصرتوا بالمجموعه الطبيه، جايبين معدلات عاليه وسهرانين الليالي وجايبين تفوق، جالستوا بالمجموعه الطبيه. تظاهر خريجو مجموعه المهن الطبيه والصحيه والتمريضيه من كافه محافظات العراق امام مبنى وزاره الصحه بالعاصمه بغداد. من خريجي المهن الطبيه والصحيه والتمريضيه في العاصمه العراقيه بغداد، ومطالبهم شمولهم بلا استثناء بالتعيين المركزي وفقا لما نص عليه قانون 6 لسنه 2000. وزاره الصحه رصدت ميزانيه ل40,000 درجه وظيفيه، في حين يجد المتجمعون هنا أنها لا تناسب أعداد الخريجين من جميع قنوات التعليم العالي بما في ذلك الأهلية والمسائية فضلا عن الصباح. منددين بأسلوب المماطلة والتسويف من قبل الوزارة في إجراءات التعيين واستكمال أوامر المباشرة. وطالب الخريجون موافقة الصحة على مباشرتهم من دون رواتب إلى حين استلامها بأثر رجعي، مبدين استغرابهم من عدم الاستجابة لحقوقهم وإنصافهم والاستفادة منهم في المؤسسات الحكومية التابعة لها، مؤكدين مواصلة احتجاجاتهم حتى تنفيذ المطالب وإصدار أوامر تعيينهم. ليس لدينا مطالب، وكرر لدينا حق قانوني بالتعيين المركزي، وهو تعيين ملزم وفق قانون التدرج الطبي رقم 6 سنة 2000 اللي أشارت به المادة ثالثا، يعين خريجي ذو المهن الطبية أو الصحية موظفا وفق القانون. طبعا لدينا تواصل مباشر. وأكد أعضاء التنسيقية العامة للتظاهرة أن خريجي الكليات الطبية والمعاهد الصحية لم يتم تعيينهم لغاية الآن. الأهل تعبانين عليه، يصرفون عليه، أهله مقصرين على البيت على مود هذا يوصل ابنه حتى يتعين يشوف ثمرة تعب ابنه أو هيك، تجي الوزارة على غفلة والله حسب الحاجة. ليش؟ قانون هذا ساري، عين وراها من تغير ذاك الوقت لك حق تقول حسب الحاجة. ملاحظين أغلبنا علاقتنا مو قوية ويا ولد خالتنا، ليش؟ لأنه منذ نعومة أظافرك أمك تعايرك وتقارنك بابن خالتك، حتى لو يجيب الأهل صمون أمك تقول لك شوف تعلم، اليوم الباحة أنا جيب الصمون، تقول لك لا ابن خالتك جابه مقسم خابزه، شو العلاقة؟ فالجماعة هسه سووا انتقموا منك ومن خالتك ومن ابنها، بعد هاي السنين والسهر والتعب والتفوق يخلونهم على الشحن. بس اخواني واخواتي بالمجموعة الطبية ترى هم سهلة، اعتمدوا على نفسكم، إلى حل اشتغلوا على مشاريعكم الخاصة. يعني مثلا انا اعطيك خط مسمى مورد ما شفته انا على صفحتي خليني الباش بعد يلا يعني حتى الشيء توصلنا يمي يلا عليك نشوف وجارب يمي عليك خطك تكبير الصدر يمي انا بالصدر وصلتي او علي انت خمسه ما تكبير الصدر 15 يوم الصدر اذا ما خليتك من خشم مو قبول يم امين شهر 5 والمال حساسيه شهر 5 دبير شهر 5 الثانيه مبيض مورد يعني نفصل المناطق حساسه. انا خلطات استخدم رطبه دي هاي الدبير هاي استغلت مبيض مورد شغل ابوي 7 ايام اهلا. هسه هذا حسن الباش شباب ما يعرف اسماء اعضاء الجسم مثل ما تشوفون ويسوي خلطات، هي صدق خلطات لو خبطات. هاي خبطات، ووزارة الصحة سامحت له يكبر ويصغر ويبيض ويصخم، وهو اذا اقول له ذا سكس اوف ذا فيرس هو عباله انه انا قاعد احكي على عيسى ونزار السالفه بلس 18. وهم ترى انتم ما مقصرين ببقتها، يعني معدلاتكم عاليه لو رايحين دارسين طيران. مجموعة من الطيارين العراقيين المدنيين امام البوابة الخضراء في بغداد طالبوا من خلالها دولة رئيس الوزراء محمد شيع السوداني بانصافهم بالحصول على التعيين، حيث يعانوا التهميش في التعيين. دولة طيارين عاطين عن العمل. حتى عيب نقول احنا نترجى الجهات المعنيه، لان هذا حق شرعي واحنا تعبانين على روحنا. تخرجنا وتعبنا بدراستنا وتفوقنا بها ورجعنا لاهلنا، هسه من بيجي شنو؟ احنا
احنا مبدئيا مجموعه طيارين شباب متخرجين من اكاديميات مختلفه بجميع انحاء العالم. صفة الطيار بعد ان كانت نادرة اصبحت مهملة، والطيارون يبحثون عن عمل بعد تهميشهم. هسه جاي تصير بينا اعجوبه. اليوم حتى الاعلام، حتى الناس اللي جاي تجينا، حتى حضراتكم اللي جاي تواجهونا، جاي نلاحظ نظره الاستغراب انه طيار هي جاي يصير بيه. لانه مجتمع يعرف ويقدر قيمه الطيار. يعني المجتمع كله يقدم الطيار، والناس تقيم الطيار العفو وتحترمه، والاهل يحترموه، والاعراف كلها تحترمه، والدوله كل شيء ما وفرت له. يا اخوان الدولة ما تعينهم مو على مود شيء، هي خايفة عليهم. يعني تشوفون الجو مالتنا هاي الفترة، تضم الشتوي تبرد الدنيا، تلبس صيفي تمطر، تاخذ مظلة تستلمك الشرجية والتراب، ما يصفى على رايك، هن انور الحمداني. وهم خايفين عليكم بالطيران بهيك جو. همنا تريد تريح الشعب من الكذبة الأزلية. قضينا عمرنا نسمع أنا تقدم لي طيار وما قبلت. افرض تعينتوا بعد الخدمة تقاعدتوا، عبالكم ترتاحون؟ حيث تعرضت الآلاف من عقارات الدولة والمواطنين للاستيلاء والسرقة وبالتعاون مع الفاسدين والمتنفذين. واللي وقع علينا الحيف والظلم من قبل ناس تدعي انها بالحشد الشعبي، وناس تدعي الى جهات مختصة، فيريد يشيلوننا من هذه البيوت اللي يعني هم ما مطينا اياها اصلا. بال 74 الشيد عليها دور حماد شهاب للعسكريين وعددها 100 دار. هسه هذا الشخص قاعد يدعي يقول هاي البيوت انه تابعه اليه. فاحنا قدمنا القرارات وقدمنا كل الاوراق انه ما يثبت له اي شبر بهاي الارض. اجتنا عده اصابات، من ضمنها هاي اخر مجموعه اللي اجتنا القديمات ما نريد ندوخت فيهن. احنا بالنسبه اجتنا مجموعه من الاشخاص ذولا ما خليناهم يدخلون منطقتنا، فراحوا اشتكوا علينا محكمه الحسينيه، محكمه الزهور. بعد ما ردت الدعوه مالته، ابويا انت يا تاج راس المتقاعد، هو منو الافضل؟ احنا لو اجدادنا الاوائل؟ اكيد اجدادنا الاوائل افضل. لذلك تلقانا دائما كلنا نفتخر بحسبنا ونسبنا. زين اجدادنا قبل بالجاهليه من يغيرون على مكان بالحروب مو يغتصبون الاراضي؟ لا دقيقه شباب، خل اترجم لكم. فدوى اروح لك اعطيني مجال اترجم لك. يغتصبون الاراضي يعني ياخذوها خاوه، لا يروح بالك بلصيتي. اعطيني مجال. زين هسه احنا قاعد نتبع سنه الاجداد. عوفك من الاجداد. احنا من كنا صغار من يضيع شيء الاحد شو نقول له؟ نقول له الشاقي لاقي، وترجمتها اذا القاها لو تطلع نخله براسك ما اعطيك اياها. فهذا الشيء مو جديد علينا، ليش مستغربين؟ شباب شو تسوون بالتعيين؟ اشتغلوا بالاعلام. يد ما تعين عمر، مو تشوف يعني العمر يمشي واحنا بدون تعيين؟ ما احتاج تعيين. ما تحتاج. كونت مستقبلك؟ الحمد لله. شنو اللي كونته؟ شنو اللي كونته؟ مستقبلي ومستقبلي. خلال هاي ال5 سنوات؟ مستقبلي ومستقبلي. خلال هاي ال5 سنوات اشتريت بيت؟ الحمد لله. اشتريت بيت؟ الحمد لله. منين فلوسها؟ من ورث من يعني لا، من عملي بقناة العهد. عملك قناة العهد؟ طبعا. شباب القناة اشتريتوا بيوت انتوا ولا لا؟ متفضلة. المصورين يقولوا احنا ما اشترينا. المصور يختلف عن المقدم. المقدم انا ما مشتري بيت من القناة. انا اخذ في قناة العهد راتب وزير، دائما اقولها. ايش قد؟ شوف راتب الوزير ايش قد؟ ما اعرف راتب الوزير، اخاف اقوله وبعدين يطلع اللي هو معروف يعني 16 مليون. معقولة تاخذ 16 مليون؟ ليش مو معقول؟ راتب الوزير 16 مليون؟ والله ما اعرف. لا شلون نقارن براتب وزير؟ يعني تقريبا بين النثرين او بدون النثرين. سؤال يعني كل مقدمين العهد ياخذون 16 مليون و10 مليون؟ قناة العهد راتبهم متميز. يعني هي كل المقدمين قناة العهد مقدمين الشاشة التوب 5 او التوب 6 اللي عندنا في قناة العهد رواتبهم متميزة جدا. يعني 10 مليون وفوق؟ يعني اقل من هذا المبلغ، واكو بعض يفوق هذا المبلغ. ممكن تقول لي على الولد المصور مرتضى شوفه شلون ظل صاحن؟ الله يكون بعونه. هاي هي شغله حلوه وراتب حباب بالعهد. مو الا انت ترى خريج اعلام، يعني عندك باسم يوسف دكتور، الكبير احمد الشقيري اداره اعمال، او عندك لفنانه اسمها ساجده عبيد، اغنيه عراقيه. تعرفين تأدين على هاي الاغنيه ترقصين عليها؟ حقرب. ضروري نجرب. خليكم ويانا في امان الله. ليش مطلع نزار يا اخوي؟ نزار معلم.
شباب نزار كسر القاعدة، وحتى لو يدرس إعلام بجامعات عالمية رصينة مو بإيران ولبنان يعني طبعا هم ما يصير إعلام. عمي أنطيكم نماذج ثانية جيدة، أسوي لكم ماهس. توعية أنه نتحدث بملف المقبرة النموذجية في النجف الأشرف، والدعوة لجنابك جاءت بناء على قمت بتسجيل حسب معلوماتي ومصادري، قمت بتسجيل حلقة تلفزيونية مع قناة سين ومقدمة برامج سين سياسية على أساس أنه هذا الملف يعرض عن فساد استثمار المقابر والمقبرة النموذجية. حسب معلوماتي الحلقة ما انعرضت، وراحوا هسه للجهة المعنية قدموا لها الحلقة، والسبب بين قوسين قالوا لك انضربت بالمونتاج حلقة التسجيل، وأنا أعرف هذا البرنامج وبرنامج مباشر مو تسجيلي. شنو اللي صار وليش خاطبت قناة WTV أن تفتح هذا الملف بالتحديد بعد أن قناة فضائية ومقدمة برامج سياسية غلقت لأسباب شخصية علاقات ما أعرفها؟ اللي ذكرته كله صح باستثناء شيء واحد، تم الاتصال بي من هاي القناة المشهورة على أنه نسجل الحلقة بسبب سيكون سفر للمقدم أو المقدمة خارج العراق. سجلناها يوم الأربعاء وكان المفروض تعرض الخميس اللي هو اليوم التالي. اجاني تليفون من الإدارة مال القناة أنه الفيلم أثناء المونتاج. أنا ما قصدي تصير إعلاني مبتز، لأن حرام نلقب الإعلامي المبتز، يعني نسميه إعلامي. الإعلاني المبتز مثل ما تكرز حب وتطلع وحدة طعمها مر، خو ما تدب الحب كله لين بيه وحدة خايسة أكيد تكمل تكرز. والإعلاني المبتز له سعر، أو أي شيء له سعر هو رخيص حال لذلك انطينا نماذج ثانية. في هذه الأسبوع تعرض الزميل علي الذبحاوي إلى مضايقة من عائلة أو عشيرة السيد محمد صاحب الدراجي، وإجوا إلى بيته. خلي نشوف الفيديو ونرجع نكمل حكي. بالعقل والبدلات اجوا البيت علي الذبحاوي معترضين على انه قال على السيد محمد صاحب الدراجي فاسد. طبعا يمكن هوايه ما يعرفون بأن البغدادية كانت من اهم القنوات واولها في كشف ملفات الفساد. احنا المفروض نحب الحرامية، ليش نحاربهم؟ هذا اقل شيء نقدمه لهم. انا اشرح لكم شلون. المحامي شغلته يشوفك بمشكلة، والطبيب يتمنى تتمرض، والفيتر يتمنى سيارتك تعطل، الا الحرام يتمنى الله يرزقك. لذلك ليش نحاربهم؟ وبعدين يا اخوان اللي ما له ظهر ينضرب على بطنه. وبعدين ترى احنا عندنا قانون وقوة تطبق القانون. اليوم انا ابعث جنابك رسالة. غالبية مراكز الشرطة ومراكز الإجرام في بغداد والمحافظات النسبة العظمى وتتجاوز 90% مقرات لابتزاز الناس وتعذيب الناس ومساومة الناس. يبدي عندك من الباب إلى مدير مركز الشرطة. وقلت لك سابقا السيد رئيس الوزراء ملتهي بلط شارع. اذهب جنابك وأنت قائد، كنت عسكري وقائد عمليات مشتركة وجئت من وزارة الدفاع، اذهب إلى تحجيم دور مراكز الشرطة. الناس جاي تتبهدل، اللي عنده موقوف يتسلب من الباب لحد باب التوقيف. مساومة. ثانيا مراكز الشرطة جاي تنباع. يا أخي مليون مرة بعثنا لك رسالة. مراكز الشرطة في بغداد والمحافظات تسعيرها من 5 شدات وفوق. مدير المركز من يشتري مركز ب5 شدات منين يطلعه؟ راح يطلعه من ضباط التحقيق، من الشرطة، من الناس اللي تيجي تراجع. لا 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 أستاذ العزيز، احنا نعمة. انا اعرف دولة تعبانة. اذا تريد تسفر نزيل من مدينة لمدينة يكلفك رشاوي اغلى من سفرة حول العالم بقارب ستارز اون ذا بورد. برنامج شط بحر الهوى اللي على MBC شرط وتخلي نانسي عجرم ونوال الزغبي يغنن لك بالسفرة 24 ساعة، واحلام خليها تسوي لك جدر دولم ارخص من تسفير النزيل. عمي احنا نعمة استاذ هي نفس الدولة اللي انا احكي لك عليها، هاي الدولة ذيك التعبانة. اذا راحت مطلقة على مود يطلعون وياها يجيبوا لها النفقة من طليقها لازم تتداين فوق النفقة على مود تسدد الدورية الطالعة وياها. شباب لا تأيسون، اكو هواي اعلاميين يشتغلون طبيعي وبراحتهم. يعني مثلا
غيرها، بس غير مثلا هسه بنحكي انا اقول الاطار بنحكي عليهم هسه انا ذاسبهم ما يسوي لي شيء. لانه انت يعني قريب عليهم، حبيبهم، صديقهم. ممكن. بس انا اذا احكي على الاطار التنسيقي راح انت هم تداومين بقناه متابعه لهم؟ ابدا ابدا صدقني، الرابعه فد قناه مستقله والا ما كان هسه قاعدين نحكي على الاطار التنسيقي. هم ادعي الاستقلال يعني في ادعاء سهل. انت تدعي انت مستقل او مستقل فعلا؟ هسه انا ادعي انا مستقل، وقناه الرابعه تدعي مستقل. احنا ما ندعي احنا مستقلين، احنا فعلا مستقلين. المتابعين ادعاء، خلاص ادعاء. مو قلنا لكم المال ظهر ينضرب على بطنه، نظيف غير نظيف، المهم إله ظهر. هو طبعا بالمناسبة سالفة منى هاي مثل ما تتعرف على وحدة بالبداية تقضيها عليها كل 5 دقائق، أنا حلوة أنا قولوا لي أنت حلوة، أنا حلوة كافي، أنا عندي عيون وأقول لك أنت حلوة لو لا. وأنتم شباب تركوا الإعلام، أنا أقول ليش ما تشتغلون فنانين؟ جنابك حاليا هل فعلا عندك كشك بالشارع وتبيع؟ اي. شو تبيع بهذا الكشك؟ ها؟ شو تبيع بهذا الكشك؟ يعني قسم الله اللي هو شنو؟ يعني دساتين يعني بيبسي. انت موجود تبيع لواحد؟ لا ما اقدر اوقف. يعني خلي احد. يعني هسه ست نسمه بس شوي وراح ارجع بس يقتنع، يعني شلون يعني عتب كبير على الدوله العراقيه، لو عتب كبير عليك. ليش علي؟ تصرف هوايه ما لمت الفلوس لما بدات تجي، شلون فنان بحجمك يوصل لمرحله عندك كل شيء بالشارع؟ ليش توصل؟ احكي لك وضعي لو انت ما تعرف الوضع العام، ما تعرف الوضع العام. انا اعرف بس الجمهور ما يعرف. انا اعرف كل شيء اعرف، بس الجمهور ما قاعد يستوعب انه سعد خليفه له كشك بالشارع بيع. اي لا شو اسوي؟ بقول لك انا اشتغل بس بموضوع ويا دوب تحصل لك مسلسلين. زين الحكومه العراقيه ايش كانت تقدم لك زين؟ انا ما عندي راتب. شنو السبب؟ ما عندك راتب؟ ما عندي راتب. ما عندك راتب رعايه اجتماعيه؟ عندي رعايه اجتماعيه. جيد. ايش قد؟ زين. ايش قد 175 تاخذ؟ 100 وقف قبل لا نعلق على الموضوع، نزار اول مره يتطرق الشيمو داخل دائره بلس 18 وبيحظ. شنو المخرج ماخذه رابطه يم امام اسبوع وجايبه مصور هاي الحلقه؟ ولو هسه هم رجع فشلنا بسالفه خطوبته من البت حوريه، طلعت على عمرها شاقت وياه وهو معود شلب بها. اخطبك، خطبيني. انا وين كنت اسوي؟ خلينا ندور على شغله ثانيه. زين، فيعني صار شغلي كلش على قدي، فانا حتى دا افكر المركز يعني اسد ومفتح لي شيء بسيط على قدي، لانه انا ما دا اقدر اجيب لا ايجاراتهم ولا رواتب الكادر. 225 مليون يراد مني شهريا في سبيل شهريا في سبيل اوفي الايجارات والرواتب والمدري شنو، فانا مرات ما اقدر اطلع راتب العامله الوحده عندي 4 مليون، فمرات ما يجي شغل. ساره عيني ما تردين عامل وسهله. انا اتعلمهن سوالف الخيط والصبغ كرياتين، عرفت من الخريجين. شباب ما قصدكم انا صاحب عائله، اترك وظيفتي واجي. هي الدوله من الطول للطول ما بيها واحد يستلم 4 ملايين، ما عدا جماعه، لان هم يسلمون الدوله مو الدوله تسلمهم. يعني اذا اشتغل وياك، تدرين انت اذا اشتغل وياك سنه افتح قناه خاصه بيها، لا شرط اجيب نزاره شغله حارس بالقناه. شباب لقيتها شغله مو متعبه وفلوسها حلال. صاحب صالون جات في بغداد بالمنصور، دا اسوي لك دعايه يا قلبي، دا اسوي لك دعايه تأبرني تمام؟ دا يتعاطى كريستال. انطوني الفيديو تفضل. تمام، اوقف لي. دا يتعاطى كريستال. اسمع يا رجال يا اللي تدز مرتك الصالون جات، واحد متعاطي بعلم الدولة، يقول هو على لسانه، يقول انا الدولة، انا القانون، بفلوسي بالمخدرات. تخيل الصلافة. جايب لكم يا وزارة الداخلية، جايب لكم دليل، اني ما جاي احكي من بيت الخلفوني. مراكز التجميل يصير بها غسيل اموال؟ اسهل طريقة لغسيل الاموال مراكز شلون التجميل. اذا كانت نفتهم شلون؟ مساحة لا تقل عن $1000. مش ما تمام. مساحة السنتر المركز التجميل لا تقل عن $1000. زين. عن 1000 متر. العفو. اي مساحة السنتر لا تقل عن 1000 متر. بعدها افتح اقسام، كل قسم حتى لو 1.5 متر عادي، محجر طبيعي عندهم الموضوع. نزل اجهزة كما تشتهي النفس وتطيب من الاجهزة الطبية. اتفقوا ويا كذا جهة ويفوتوا لك الامور وغسيل اموال ويتم الموضوع بالعافية عليهم. اهو تونا قلنا يا الله، وانا رحت اتعلم على اليوتيوب، كتبت كيف تصبح ابو صالون خلال اسبوع. طبعا اكو سالفه جديده صايره، ترى البعض قاعد يربون شلاب وبزازين ببيوتهم وفروخهم يربوهم بالشارع. زين شلون هسه؟ شلون؟ وين الدوله عنهم؟ انا عندي ولا صديقي عنده محل غذائيه، لقوا عنده طبقه بيض فاسده ما يدري بيها بمحله، رسموا له بايسكل على الحائط، ما بيزنجله قالوا له اصعد السوقه.
فاذا احتاجت يوم انا عندي ناس تساعدني وتوقف لي، بس اكيد بمقابل ما انطي مقابل غير انه انا انطي فلوس. هاي احكيها صدق، انه انا اذا فد يوم وقعت بشغله عندي ناس تقدم لي شيء مقابل فلوس، مو مقابل شيء ثاني، وما عندي احد ساندني لمقابل شيء ثاني، يعني شيء مو زين. لا الحمد لله وشكر، اذا وقعت بيوم مشكله انا اقدم مبلغ في سبيل يحلوا لي مشكله. لا بس دقيقه، مو اكو ناس احتمال تفهم غلط. ايه شلون؟ تقدمين مبلغ اذا احتاجتي شغله بجهه حكوميه، لو حتى يساعدوك بامور خاصه. لا حكوميه اكيد، مثل يعني تعرف انت هذا مجتمعنا شلون ماشي هسه. قصدك رشاوي ما رشاوي هاي امور؟ تعرف انت شلون ماشي مجتمعنا. المذيع يقول لها لا 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 الناس تفهمت غلط، قصدك رشاوي؟ اذا رشاوي اوكي عادي. طبعا انا اشكر المذيع على التوضيح، انا راح بالي بعيد عبالي تشتغل نظامي، لا الحمد لله طلعت رشاوي. لا اذا رشاوي بس انا شو اول مره اسمعها باسمها الطبيعي يعني رشوه. احنا قضينا عمرنا نسمعها دير بالك علي، اتهم بلاعيمه، حلاوه الجهال، داريني، كراوي، بس ساره جتك من الاخير رشوه وافتخر، والما عاجبه خليه ينتحر. شباب اشتغلوا لكم شغله من الاعمال الحره وفتحوا لكم بسطيه بالشارع وفضوها، عوفونا من هالسوالف اللي حكيناها كلها. طالب أصحاب البسطات التجارية في مدينة الحلة بإيجاد البدائل لهم لكونها المصدر الوحيد لرزق عوائلهم بعد إزالتها من ساحة الاحتفالات وسط المدينة ضمن حملة لإزالة التجاوزات الحاصلة على الأرصفة والساحات العامة من قبل مديرية بلدية بابل. مطالبنا احنا نريد بس بديل، انا لا عندي راتب، انا واحد من هالناس يعني لا عندي راتب رعايه، لا وظيفه، لا بيت، قاعد بايجار، اريد بس وسيله عيشه اوفرها لعيالي. بشكل افضل، لقد ترحيبا من جهه وان جاءت متاخره، فيما اعترض اخرون على ذلك القرار بسبب عدم وجود البدائل، خاصه وان اصحاب الاكشاك والبسطيات الصغيره يعتبرون ذلك قوت يومهم وعوائلهم. يعني شنو تريدون الدوله توفر لكم البديل؟ اياه بعيني نعوف مشاكل الماكيره ساره وهمسه ماجد وجاد وغيرهم من الدوله ونقعد نفرغ لكم احنا ونوفر لكم البديل. لا ونوبه تردون همين رواتب، قولوا بعد همين. عمي اللي يريد يبيع ببيته خوش. هسه مو تشوفون دول اللي يبيعون ممنوعات من يلزموهم بالاخبار، يبيعون ممنوعات ببيوتهم، اللي يريد يروح لهم من مبدا اللي يحبني يندل خدي. ما عاجبكم حلو ما يخالف، عندي غيرها، ليش ما تربون اسماك وتبيعونها؟ من مربي الأسماك في مناطق شمال محافظة بابل احتجاجا على قرار ردم البحيرات وتصريف مياهها إلى الأنهار. المتظاهرون انتقدوا تعامل مديرية الموارد المائية مع الموقف واصطحابها قوة أمنية لتنفيذ قرار الإزالة بالقوة من دون سابق إنذار. احنا ما متجاوزين على المي الحلو، المي الحلو ما متجاوزين على هذا كله مي بزول. زين هم غير ينطونا موعد يشيل السمكه ماكو احسن، طق الحوض هد على البزل، وهذا انا قدامه كان مطلوب 400 مليون، منين اجيب اسدد؟ الدوله ما بيها خبير اقتصادي، انت ليش ورطت بنص الموسم؟ بدايه الموسم بالرابع اقف يا معود، اقف لا تذب سمك وتورط وتعمل بيايه. اسمك في قرية ألبو مصطفى شمال محافظة بابل تظاهرة احتجاجية رافضة لقرار ردم بحيراتهم والتي تسببت بخسائر مادية كبيرة. المحتجون طالبوا الحكومة بإعطائهم مهلة لتسويق الأسماك أو إيجاد حل لمشكلتهم. الله شاهد علي، عوائل ايتام، يعني ابو اليتيم عايش على البحيره، ابو السياره عايش على البحيره، العامل عايش على البحيره، ابو المعمل عايش على البحيره. اخوان هسه مو الازواج والاصدقاء من واحد يوقع واحد يعين الثاني، من يوقع بشده واحد منهم في الدوله يحتاج سمكاتكم يا اخوان، سمكاتكم في دول الوطن، والخساره الله يعوضكم. ولو لو بلغتكم على وقت كان شلتوهن وبعتوهن، لذلك الدوله وزعتن على الشعب. هاي مثل صاحبك من يطلب منك باكيت الجزاير او يقعد يعزم ربعه بجزايرك. اخوان خصم الحكي، اقعدوا بالبيت وسكتوا، عوفوا الشغل. من براميل المياه شواخص تحذيرية لمنع الوقوف العشوائي لسيارات المرضى التي تزور مستشفى اليرموك يوميا، هكذا تبدو حالة الاكتظاظ في منطقة القادسية. احنا كسكان منطقة من الستينات، يعني تخيل ده نحس نفسنا غربة هنا، لاكو مكان توقف سيارة بسبب الناس المراجعين اللي على المستشفى، وبنفس الوقت يعني هي شوارع، يعني هي صغيرة ما مصممة باركينج اصلا. يعني اريد اطلع للعمل مالتي، زين لقيت تاكسي هنا واقفة من 9 الصبح ل2:30، يلا اجى جنابه. ركن غير منتظم للسيارات أمام الدور جعل أهل المنطقة في حالة استياء كبيرة من تطورات وصلت حتى إلى الفصول العشائرية مع سائقي تلك المركبات.
قسم وانا اكتب بهذه الفقره قعدت على الكورنيش المفلش التعبان مالتنا، قلت خلي اقعد بمكان هدوء اكتب براحتي. اجاني واحد سولف علي 3 ساعات وانا قاعد اقلب بتليفوني وهو يسولف ويجاوب بروحه. قلت خلي بلكت الله شويه يحس النبى. بعدين اللي هناك قال يلا ولو اخذتنا السوالف وتاخرتني انا اترخص. فقلت افضل تعليق على هاي الحاله انه انزل هذا الموقف نفسه اللي صار وياي. حبيب المواطن، يعني واذا انت قاعد ببيتك شنو تريد تطلع سيارتك؟ خليها بالجراج، بعد كم سنه تصير انتيكه وبيعها بسعر عالي واستفاد. واثناء هذا الوقت اقعد وادعي الله ياخذ امانته على وقت وتخلص وترتاح جوا التراب من هاي السوالف كلها. اعترضت البلديه، مو اعترضت لجانب يعني جانب نزيه، اعترضت حصتها ماكو. اصل العقد هو خطا. هذا موضوع ما حد جاي ذكره. ماكو شيء بالكون اسمه استثمار مقابر المسلمين، لا بل حتى مقابر المسيح، لا بل حتى مقابر الصابع. في الصين من اكبر المقابر. هذه من واجبات الدوله. البلديه هي اللي تقوم بخدمه بكل العالم. ماكو شيء اسمه تستثمر الموتى. ليش اصلا النجف هي مقر المراجع؟ هل المراجع تجيز؟ هذا سؤالي، هل المراجع تجيز انه ان تذهب مقابر المسلمين الى الاستثمار والبيع والشراء؟ هاي للنجف، هاي كتب المراجع انتهاء من السيد الشهيد وابتداء حتى من الخوئي. ماكو شيء اسمه استثمار مقابر. رجعوا للرسائل العمليه. زين، اذا انت لا قانونا الك حق ولا عرفا ولا تشريعا، منين جبت لي هاي البضعه؟ اللي صار يعني ان شاء الله بعد كم يوم من نموت اذا حصلت لي مترة اندفن بيها. بعد 20 سنه يدخل علي ميت جديد يلزمني الباب، بويا شكو والله خلص ايجارك. الاستثمار يعني ابو الايجار يا عراقي وراك بالحياه والممات. يعني احنا العراقيين الانسان الوحيد اللي بالكون نشوفه مرتاح هو الميت. حتى تلقى بالفاتحه اول ما يلتقون يقول له فلان مات، قال له ايه هنياله ارتاح. زين لحقونا حتى على هاي الراحه، على النومه جوا التراب. زين سؤال، مصاريف الجماعه اللي يحكمون بالموازنه هم جزرت لو ما عليها شيء؟ أول هذه الأبواب النفقات الرئاسية، الرئاسات الثلاثة سيدي الفاضل. يعني إذا ما تكلمنا على رئاسة الجمهورية، تخصيص رئاسة الجمهورية في موازنة عام 2021 كان 62 مليار عفوا، الآن أصبح 96 مليار. خليها على صفحة. مجلس الحكومة بتفاصيلها كان تخصيصها 425 مليار، الآن 1 تريليون و200 مليون. كله دبل الرقم، دبل أو أكثر من دبل. صح. زين، نيجي على مجلس النواب كان 175، الآن 460 أو 470 مليار. أرقام مهولة، ماكو داعي لهاي النفقات. طيب أنت تتكلم لي على تقشف ولازم يكون الانفاق في وعندي عجز، تهديد مالي. اذا وين الخطط الاقتصاديه؟ بالاضافه الى ذلك نلاحظ تباين او تفاوت في الارقام والتخصيصات. باختصار لا تعليق. اعرف اكو هواي مواضيع لازم احكي عنها. تعيين مذيعة الفرات بالتعليم العالي، البرزنشي، هواي شرائح مظلومه. انا اتوقع هاي الحلقه مثل السابقات، لكن تردون اكتبوا بالتعليقات استماره بالتفصيل عن اي شيء تردون احكي، وانا وانتم نوصل الصوت. وهنا بالبرنامج ما انتقص من احد، لكن احاول انقل المعاناة بطريقة ملخصة ومرنة. شكرا، سلام.